السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فضاء أم رائد. آخر طاولة إفطار حبيت نشاركها معكم. العرضة درتها في داري، الناس عزات عليا بزاف. حبيت نشارك معكم أفكار ممكن تهزوها إذا مازال عندكم عباد في بالكم حابين تعرضوهم الإفطار على هلالة أو عرضات، يعني بصفة عامة ماشي طاولة إفطار. خرجنا من الحلويات. نتمنى ان شاء الله شفتوا لي فيديو اللي حطيناها من قبل وما زلنا نزيدو نشارك معكم شويه حاجات. المهم اليوم قلت لكم رحنا للصالي ولا رحنا لطاوله الافطار. طاوله الافطار كانت متنوعه، يعني ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. كاين فيها حويجات شاركت معكم من قبل، وكاينين حوايج لا. اليوم قررت نشارك معكم طبق يستاهل انكم ديروه، هو طاجين الفرماج مع بعض التغييرات عن الطبق الاصلي ولا التقليدي. شوفوا، اول حاجه واش درت، جبت كميه من الفيونداشي وعندي بولي اشي للزوج، حطيت فيهم زيتون، فوتة الخبز، حطيت فيهم ملح، فلفل الكحل، اللحم فيها الدبشه والدجاج فيه المعدنوس، والقليل من البيض، عندنا شويه بصل وشويه ثوم فيهم للزوج نفس الشيء. من بعد حكمت لميتهم، رحت جبت مقله فيها شويه زبده وشويه زيت، حطيت فيها مغرف يعني تقريبا، حطيت فيها الدجاج تاعي كونته على شكل اصابع، وحبيت نقليه شويه قبل ما من بعد نقليه قبل ولا نحمره شويه قبل ما من بعد نكملوا الطياب تاعو. نفس الشيء بالنسبه للحم. بالنسبه للشكل راح يبقى في يدك انت سيداتي. انا هادو لهنا حبيت ندير بهم فكره فقط مع ود الشواء في البلا تاعي. حبيتي ما ديرهمش خلاص، حكمي قلي، حطي في المقله تاعك قلي لاجتا كاركاس ولا طرف ولا جنح ولا باسكو نحتاجو لاصوص من بعد نديروها. كما قاعدين نشوفوا كي خلصت نحيت كلش، وليت حطيت حبيبه بصله معها الثوم في نفس هذاك الزيت والزبده اللي قليت فيه، قليتهم مليح معها شويه ملح، فلفل اسود. هذا ما كان كي تقلات لي حكمت مرقت وعاودت لحت الدجاج تاعي واللحم تاعي اللي فت وقليتهم قبيله. قلت لكم ماشي شرط تحكموا ديروا الفكره هذه، تقدري اي حاجه ترفع دم طرف حطيه برك قليبيه على جلد البنه برك وخلاص. هذا ما كان. واذا حبيتي ديري الفكره تاعي واش عليه، ولا حبيتي تضيفي لها تاني على حسب. قلت لكم وليت خدمت حطيت المرقه تاعي هذيك تاعي طيب كما نقولوا، غطيتها وراح نخدم لا كريم تاعي اللي حنزيدها المرق ونتقل بها المرق تاعي. واش درت، شفتوا المرقه هذيك تاعي كي طابت لي شويه هزيت منها وحط 3 مغارفات هكاك ولا تاع سقو ولا اون لوش 3 لوش تاع المرقه. زدت عليها ملح، فلفل الكحل، عندنا جبن طري، عندنا كريمه سائله، عندنا كريمه سائله، وعندنا ملعقه صغيره تاع انشا بومبي مليح. بعد حكمت شويه بالبراميكسور خدمتها وحنعاود نلوحها المرقه تاعي. هذا ما كان. قلت لكم عندنا المرقه في حداتها، عندنا الكريمه السائله، ملح، فلفل الكحل، عندنا جبن طري، وزدت عليها ملعقه صغيره تاع قهوه معمره مليح ولا بومبي تاع النشا. لا نحكم حنعاود نرميها على المرقه تاعي لان بعد ما طاب لي اللحم دوكا خلاص نحوس نختر المرقه تاعي وخلاص. اكيد نلوحها ونعاود نغطيها ونخليها تختار لي بعقلها كما نقولوا، ونطفي عليها ويوجدت لي. دوكا حنروحوا للشق الثاني تاعنا. الشق الثاني واش هي؟ يعني حنخدم طاجين الفرماج في حدته. هذاك الاول راهو بريستيج برك، هذا ما كان زياده في زياده. الصحه. وهنايا جبت كميه من الفيونداشي، لهنا استعملت كيلو 300 غرام. ودوك نقول لكم عليها مديت لكم التفاصيل. هذه كيلو 300 غرام وشتوني حطيت عليها البصل والثوم مفروم، نزيد عليها الملح، نزيد عليها فلفل الكحل، ونزيد عليها كميه من الماء. علاه راح نحط الماء لهنا، اكيد المقلي فيها شويه زيته هذه بلا ما نهضروا، قليل من زيت فقط على نار هادئه. نحكموا نخليو هذيك الفيونداشي تاعنا تحكم تطيب لنا ولا تتشحر لنا بعقلها، بلا ما ننساو ان نضغطوا عليها ونقلبوها كل مره لما ضفتوا بها ديك الفيونداشي تاعي ما تكتلش وتحكم تتفتت كما نقولوا، با ما تبقالناش فرد اون ماس وحده. حنا نحتاجوها مفته من بعد بنخدموا بها. الفكره واضحه واش راح نديروا من بعد. ومع هذا نعاودوا نفكروا كما شفتوني كل ساعه نحكم نضغط عليها ونقلب نضغط ونقلب الى حين طيب لي. اذا فيها الشحمه حطلق لك ليدام نحيه، اذا ما طلقتناش ليدام جات سوا هذيك هي. في اناء اخر خليتها اكيد تبرد شويه الساعه، حطيت عليها البيض لهنا استعملت 8 بيض.
8 بيض بالتمام، والبيض تاعي كان كبيره. حطينا قلنا عليها الملح، عفوا الملح ما حطيتش لانه حنزيد الاجبان وديجا راني ملحتها كبيره كي طيبتها. حطينا برك الفلفل الكحل، معدنوس، عندنا فتات الخبز، ونحطوا عليها جبن طري، وعندنا ملعقه تاع خميره الخبز. نعاودوا عفوا خميره تاع الكاطو. نعاودوا جبت اللحم تاعي هذيك، حطيت عليها 8 بيض، حطيت عليها كميه مليحه تاع المعدنوس، عندنا 2 ملاعق كبار تاع الجبن الطري، عندنا فتات الخبز، حوالي 2 ملاعق بومبي، وعندنا ملعقه مليحه تاع خميره الحلويات. خلطت الكل في الكل في بعضها، ومن بعد راح نحطوها في المول تاعي اللي ديجا دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه. المول هنا اللي استعملته بصراحه ما كانش عندي مول كبير، استعملت مول تسيرتو كيما نقولوا اللي نخدموا به لي طاخط، اللي نطيبوا فيه لي طاخط، نقصوا به لي طاخط، نمونطيو فيه لي طاخط كيما حبيتو. طبعا هو ما عندوش القاعده تاعو، حكمت غلفتو بابي كويسون وعليه البابي الومنيوم من برا، واكيد لازم في لو فون تاعو يكون بلاطو، لانه لو كنت تفرغي اللحم هكاك ما عندكش كيف تمانيبيليها وتحكم تطيح لك. حطيت اللحم تاعي ومن بعد حكمت حطيتها طول في الفور تاعي اللي كنت سخنته من قبل، بنطيبها على 200 درجه مئويه حتى تشيح لي هذيك الفيونداشي تاعي وتجمد لي العظام اللي فيها لداخل. اكيد لازمنا نعدلوا المستوى تاعها باش تجينا مسطحه. حنخدموا الكريمه تاعنا اللي تقريبا وصلنا لاخر الوصفه. جبت 4 بيضات. شوفوا المول تاعي كان ما شاء الله كبيره. دوك من بعد نخرج لكم الكونتي قد حطيت 4 بيضات، حطيت القليل من الملح، حطيت الفلفل الاسود، حطيت الجبن الطري اللي ما نستغناش عليه، والكريمه السائله. هذا ما كان. شفتوا العلبه هذه الكريمه السائله الله نسيت قدا فيها كونتيتي، هذه اللي خدمت بها كلش من البدايه حتى من بعد. خلطت الكل في الكل. لو طون هذيك تاع اللحم تاعي ولا طبقه اللحم تاعي اللي تكون شاحت لي جبتها من الفور، حنحط عليها فرماج. من المستحسن لهنا انك تحكمي تغلبي الكرويير على الفرماج الروج، لانه الفرماج الروج راح هو بنين ماشي بنين بصح الملوحه تاعو ما تنسايهاش، راح تكون الفرق راح دير خرجها لك مالح. هو بصح الكرويير على بالكم يجيب حلاوه عليها نخدمه هو، ونزيد معاه شويه الروج برك باه نزيد القو. الله غالب الطاجين هذا لازم وحراكو، ما نقدرش نقول لك استعملي جبن واحد اخر، سما ديري له تصديره مليحه نهار راح تحكمي ديريه باه ديريه بكل شيء تحتاجيه. بعدها فرغت على الكريمه هذيك من فوق تاعي وحكمت حطيته في الفور. هكي شعلت عليه من فوق فقط باه يذوب لي الفرماج وتحمر لي الطبقه البيضاء اللي من فوقها. وتقريبا خلصنا لا غوسيت تاعنا. شوفوا كي تخرجيه من الفور حبيتي تخليه صفر برك، حبيتي تحمريه هذيك في يدك رقم 1. عندنا رقم 2 كي تخرجيه من الفور خليه شوي يبرد، ومن بعدها باه تبداي تقصيه، لانه كيعود سخون مع الاول هو حاكمه روحها الفيونداشي ماشي حاكمه روحها بصح اكيد على بالك مع الجبن والكريمه ما تقدريش تقصيه كيما حابه نتيا، على بالك شغل يبدا يفسد لك في يدك اسمع ما كان له ويطيح لك كيما نقولوا يطيح ماشي يفسد. خليه شوي برك يبرد. لو طون اللي تكوني المرق تاعك عاودتي سخنتيه من جديد، تنحي الكعابر هذوك اللي درناه تاع اللحم تاع الدجاج اللي درناهم بنحكموا نزينوا بهم، ومن بعد ولي خلاص كملي التقطاع تاعك وبريزونطي بيه وحطيه في الصحن تاعك كيما حابه. حكمت قطعته انايا طوليا على شكل مستطيلات، تحبوا قطعوه كيما حبيتوا. خرج لي ربع صحونه من الشكل هذا. ولي بغوشات هذوك انا حطيت فيهم طوماط سوريز برك والدجاج اللي خدمناه من قبل مع شويه معدنوس وعصره قارص من فوقها. اللي حبيتوا حطيو قارص شويه في كان عندكم معصور في لاصوص من قبل، ولا حبيتوا عصروا عليه لهنا، هذه راح تبقى في يديكم. اكيد يقدم ساخن يتقدمي في اخر لحظه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسات. نقول لكم ملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله ودمتم في رعايه الله وحفظه.